يا جماعه لا كده كتير والله، معلش يعني هم الوحيدين اللي ليهم قرايب مهمين واحنا اللي مقطوعين من شجره. ايه يا دوله، ايه الشجره، ايه الحكايه بالظبط؟ دي حكايه يا سيدي نادي فتحوا له باب القيد بعد ما قفل قبل كده ب 24 ساعه، قلنا ماشي خلوه يقيد صفقات بعد كده في سوق تاني من سوق الانتقالات، هو عليه مديونيه 100 مليون، قلنا وماله، انما هيفتحوا له الباب يقيد صفقه جديده بعد ما سوق الانتقالات قفل بقاله شهر دلوقتي؟ لا معلش ده كتير بقى. تعالوا بينا نفضح كل التفاصيل. اهلا بيكم في حلقه جديده، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. صباح سعيد، صباح شريف، جمعه مباركه لجمهورنا العظيم ولعائلتنا الفخيمه، وكل سنه واخواتي طيبين بمناسبه مولد سيد الخلق صلى الله عليه وسلم سيدنا محمد. سؤالين وتصويتين في بدايه الحلقه، وركز معايا كده وعايزين نشوف التصويت ده هيوصل لايه بالظبط. ان كان في احد الانديه المنافسه للنادي الاهلي في الدوري المصري هيأيد صفقه بشكل غير قانوني وعليه شكوك كبيره جدا، انت مع مدرسه يا عم خلينا في حالنا، زي ما بعض الناس بتقول لي في الحالات التحكيميه للفرق، خلينا في حالنا يا عم، خلينا نركز مع الفريق بتاعنا، ولا انت من مدرسه ان النادي الاهلي ما يسكتش على حقه ولازم النادي الاهلي يصعد للفيفا ان تطلب الامر؟ والسؤال الثاني المرتبط برضه في نفس الموضوع، هل لو منافسين النادي الاهلي هو اللي بيستفاد بتجاوز زي ده، تفتكر ان هم هيسكتوا ولا مش هيسكتوا؟ قول لي رايك تحت في التعليقات وانت تضغط على عداد اللايكات. يلا نشوف اول ساعه. جماعه اليوتيوب بيبعت لي بيقول لي يا دول 10% بس اللي بيعملوا لايك على الحلقه، ينفع كده يا جماعه؟ يلا نوصل الحلقه اول ساعه 4 5 6000 لايك، دعم اخواتي الجبار انا دايما منتظره، ونبدا قبل اي حاجه ونقول بسم الله ونزيد النبي صلاه، والاستعدادات تتواصل بمنتهى القوه. يبقى على خير، النادي الاهلي بيواصل تمارينه الجماعيه النهارده تحت قياده كابتن عماد النحاس اليوم الثاني على التوالي. تم التنسيق مع كابتن وليد صلاح الدين ان احنا عايزين وديه من هنا الماتش انبي اللي جاي. امبارح غلطت قلت 14 اغسطس ازاي مش عارف، وعدت عليا في المونتاج ازاي كمان مش عارف، غلطه مطبعيه. عديها يا حبيب اخوك، الماتش يوم 14 الشهر الجاري عشان ما نغلطش تاني، اذا في فتره 10 ايام. الجهاز الفني عايز على الاقل مباراه وديه. النقطه الثانيه طبعا ما علمته ان كابتن وليد صلاح الدين قاعد في جلسه امبارح مع احمد عبد القادر، يا ابني ايه دنيتك؟ بتفكر الفتره الجايه هتمشي معاك ازاي؟ هل انت مخطط في يناير اللي جاي توقع على اي نادي تاني مجانا؟ رد احمد عبد القادر لا والله يا ابو الكباتن انا مركز وعايز ارجع تاني للتشكيل الاساسي للنادي الاهلي. والطبيعي يعني يا جماعه يعني لا مش هقول حاجه تانيه عكس كده، مش هقول لك اه يا ابو الكباتن انا وقعت والله. وجهه نظري واحده ما بتتغيرش في احمد عبد القادر، ليه؟ هي وجهه نظر براجماتيه بحته، منفعيه بحته للنادي الاهلي. انا لاعب يا جماعه مش هيجدد لي، اديله فرصه عن لعيبه ثانيه ممكن تثبت اقدامها وممكن ترجع فورمه مره ثانيه، ليه؟ انما لاعب والله في امل ان هو يجدد يا سيدي ماشي خليه انا بتكلم ما بحكمش بعواطف، لا انا مع المعسكر اللي بيقول اصل احمد عبد القادر اتظلم في ظل الادارات الفنيه المتتابعه اللي تجاهلته، ولا انا مع المعسكر العاطفي بتاع طب ما هو احمد عبد القادر كان متالق ومكسر الدنيا لغايه ما عمل حركات الا مع كولر ورجع ركنه. انا بتكلم من وجهه نظر نفعيه بحته. خد الحته اللي السمسون بتاع الاخبار ده لغايه ما نتاكد كده خلال الايام اللي جايه. ما علمته ان كابتن وليد صلاح الدين اتفق مع كابتن عماد النحاس ان رغبته ان التمارين تستمر في نظامها الصباحي بعد نهايه فتره التوقف ده. قلت له يا دوله زي ما بقول لك كده، دي الاخبار اللي وصلتني، وبالله لو حصل فعلا كابتن وليد بخلاف الكريدت الكبير جدا اللي جاي بيه كمدير كره للنادي الاهلي، لا ده هياخد كريدت انه عارف ان في حاجه اللعيبه بتتضايق منها، وعلى الرغم من كده لان هو ده الصح هو ده اللي هيطبقه. دي حاجه بالنسبه لي هتكون كريدت خرافي يخليه يتفوق من البدايه كده على كل الناس اللي جت بعد كابتن سيد عبد الحفيظ في اداره الكوره داخل النادي الاهلي. وانت كمان قول لي رايك تحت في التعليقات. ولكن قبل ما نروح لفقره 5 ضحك وفرفشه، تعالوا النهارده نتوقف مع فقره تنظيم دوري القطايف واللطايف اللي اضحك منه وما فيه. طبعا اللي في القلب في القلب، في هدوء نسبي كده ما بين النوش الاداري اللي بيحصل ما بين المعسكر الاول المنتخب الاول والمنتخب الثاني عندنا في منتخب مصر. ولكن الغريب في الموضوع ان امبارح المفروض اون تايم سبورت بتعلن عن ان في استوديو هيتعمل لمباراه منتخب مصر او كلام عن المباراه. فمين اللي يطلع بقى؟ قال لك هيطلع حازم امام واحمد حسن. لغايه هنا مش مشكله، انا قلت احمد حسن هيطلع زوم، هيطلع مكالمه، تصريحات منقوله عن احمد حسن. ما هو مش ممكن يعني يظهر، ليه مش ممكن؟ لان للاسف واحمد حسن بيظهر امبارح بيهق ويمق على الهوا وعمال بيتكلم وبيحل وسبوبه اعلانيه وما اعرفش ايه. الراجل ده يا جماعه اصلا عضو في الجهاز الفني لمنتخب مصر الثاني اللي في معسكر اعداد دلوقتي. نهار ابيض، هي ماشيه ازاي يا جماعه؟ هي ماشيه بالحب. يعني لما هاني ابو ريده من كام شهر يطلع فرمان بعدم الظهور الاعلامي لحسام حسن عشان هو مدرب منتخب مصر، ظهر في احد القنوات الفضائيه طبعا بيكتم حسام، كان المفروض ده الفرمان يطبق على الكل، مش احمد حسن مدير فني لاحد المنتخبات ولا موجود في الجهاز المساعد وبيطلع على قناه فضائيه عمال بيتكلم وبينكت وبيحلل وبيهق وبيمق. المشهد العبثي ده بيقول لك ايه؟ بيقول لك ان النادي الاهلي قبل ما يجيب وليد صلاح الدين شرط عليه مفيش عمل اعلامي، مفيش عمل اعلامي طالما انت موجود داخل الجهاز الاداري للنادي الاهلي. وحصل في حين ان منتخب مصر اتحاد الكوره ما قدرش يعمل النظام اللي النادي الاهلي بيعمله، ويطلع لك بعد كده واحد براس بخاخه، ده مؤاخذه يعني او براس جزامه يقول لك والله لا بس انا شايف ان النادي الاهلي فيه خلل اداري. والله ما في حاجه فيها خلل اداري ولا فيها خلل اصلا اللي راكبه فوق اكتافك دي. تعالوا بقى نروح
لفقره 5 ضحك وفرفشه من الجانب الابيض من المدينه اللي بتاتيكم يا سيدي النهارده عنوان يا سيدي اكبر قلعه تلهيك واللي فيها تجيبوا فيك في دوري القطايف واللطايف. الكلام على ايه يا سيدي؟ الكلام على ان امبارح كان ظهر على قناه 8 القناه الجديده اللي بتغطي احداث الدوري السعودي. مين اللي طالع؟ احمد عفيفي. فاحمد عفيفي وهو بيتكلم عن منافسات الجوله الاولى والثانيه في الدوري السعودي، واللقاء كان مسجل لان اللقاء كان بيتقال فيه نصا كده من احمد عفيفي بكره في مباراه ما بين النادي الاهلي وبيراميدز، وفي اخبار واصله ان الاهلي لو حصل له تعثر بحذر مسؤولين الفتح السعودي ان النادي الاهلي مش هيسيب جوزيه جوميز في حاله وهيبقى عايز ان هو يتعاقد معاه، فانا بحذر بحذر. فالمذيع قال له معلش يعني هو الكلام ده بيحصل عادي يعني الكلام ده حصل قبل كده؟ قال له يا لهوي ده كتير يا فندم. قال له الامثله دي كتير؟ قال له اه كتير. قال له طب ما تدينا مثل كده. قال له مثلا اقول لك يا سيدي نيلو فينجادا المدير الفني البرتغالي. اي طب قول لي مين تاني؟ والله ما انا لسه بقول لك اهو جوزيه جوميز، ما هو كان مدير فني النادي الزمالك والاهلي، كان قريب جدا من ان هو يوقع معاه قبل الجهاز الفني الجديد بتاع كاس العالم للانديه ده، ولسه عايزين يوقعوا معاه مره ثانيه. قال له بس كده ما تديني امثله اكتر؟ قال له هدي لك امثله في اللعيبه بقى. امثله في اللعيبه عندك مثلا في التيم الاساسي للنادي الاهلي دلوقتي عندك زيزو، عندك امام عاشور، عندك ياسر ابراهيم، عندك ياسين امثله كتير جدا يا فندم. طبعا ضحك على الدهون. ليه؟ لان لما تيجي تتكلم معاه عقل ومنطق وتاريخ ووقائع حقيقيه بيقول لك جوزيه جوميز، وكأن جوزيه جوميز ده ما كانش موقع مع النادي الاهلي في عام 2018، لكن حصلت مشكله ما بينه وما بين اداره النادي الاهلي والراجل ما حطش رجليه في التتش وقتها. وبنفس المنطق لو حضرتك بتتكلم عن مديرين فنيين كانوا موجودين في نادي وانتقلوا للنادي المنافس، حضرتك ما جبتش ليه سيره بيسيرو اللي كان لسه مزغرطكم حته زغروف كام شهر اللي فاتوا، ولا سيره يا سيدي كارتيرون؟ وبنفس منطق عفيفي لو بتتكلم عن نيه المفاوضات، طب حضرتك هتخش اجيب لك من جوه موسيماني، هتخش اجيب لك من جوه راينر هولمان، اجيب لك حسام البدري؟ من كتر الزنقه اللي فيها لما لقى المذيع ركز له في الحته دي راح داخل على مستوى اللعيبه الحاليين في الفريق. طب حضرتك كنت بتتكلم عن اللعيبه اللي موجوده داخل النادي الاهلي، ما جبتش ليه سيره ناصر ماهر، ما جبتش سيره ليه عبد الله السعيد، ما جبتش سيره ليه احمد حمدي اللي هم منتقلين برضو لنادي الزمالك بشكل غير مباشر؟ نفس الافلاس يا جماعه بالظبط بتاع انا شغال نظريات مؤامره، وانا اتشهرت على حس نظريات المؤامره في اي حته هروح فيها هفضل مكمل بنفس النظريات دي. وطبعا جمهور نادي الزمالك بوم اضرب يا عفيفي يا جامد، في حين ان عفيفي ده لو قعد قدام حد في مناظره ساعتين دقيقتين بس كلمه تاريخ هيخليه يشرب 2 طن ميه زي بالظبط كده ما عمل فيه كابتن سيد عبد الحفيظ. انت عارف المضحك في الموضوع ايه بقى بعد كل ده؟ ان احمد عفيفي وهو طالع على قناه سعوديه وبيتكلم ان النادي الاهلي خطف جوزيه جوميز ما يقدرش يقول في وش القناه السعوديه ان الدوري السعودي زغرف نادي الزمالك على قفاه وخطف منهم جوزيه جوميز ولقحوا عليهم كمان في البرومو الدعائي عشان السبوبه، عشان الاخضر يا فندم. امال ايه؟ يحيى اكل العيش يا فندم ولك الله يا زمالك ولا بقى دي مؤامره. واتتكم فقره 5 ضحك وفرفشه من اكبر قلعه، كدابين وهيفضلوا يكدبوا بس هينكروا في دوري القطايف واللطايف. وتعالوا بقى نروح ونركز مع بعض اولا سريعا كده لمستجدات الاسماء اللي بيتم ترشيحها على راس القياده الفنيه الجديده للنادي الاهلي. اول اسم طبعا جوزيه جوميز، وطلع للمره الثانيه على التوالي بعد الكلام اللي حصل في القناه السعوديه دي. المدير الرياضي لنادي الفتح السعودي قال لك يا جماعه جوزيه جوميز مفيش في معانا اي شروط جزائيه، والراجل سعيد جدا معانا وبنوفر له كل الاوراق الفنيه اللي هو محتاجها خلال الفتره اللي جايه قبل ما سوق الانتقالات يقفل، ولا نيه لرحيل جوزيه جوميز عن نادي الفتح السعودي باي شكل من الاشكال. تاني الراجل بينفي تاني موضوع الشرط الجزائي اللي بعض الناس بتقول لك لا هو النادي الاهلي مش هيدفع الشرط الجزائي بتاع جوزيه جوميز، هو ما فيش شرط جزائي اصلا. صباح الفل. النقطه الثانيه وهي نقطه روبرتو مانشيني المدير الفني الايطالي صاحب ال60 سنه، طبعا اسم عالمي معروف، درب انتر، درب مانشستر، درب انديه كتير، درب منتخبات كتيره جدا. ولكن زي ما طرح الاسم سريعا طلعت وكاله اعماله تنفي ان في اي مفاوضات حصلت ما بينه وما بين النادي الاهلي، والراجل رافض فكره ان هو يرجع يشتغل في الشرق الاوسط مره ثانيه. لسبب يا جماعه، لسبب يعني الراجل بعيد تماما عن النادي الاهلي، لان الراجل ده من كام سنه كان بيتقاضى مع نادي زينيت سان بطرسبرغ، كان بيتقاضى 12 مليون يورو. لما راح يدرب المنتخب الايطالي الاول كان بيتقاضى 15 مليون يورو. لما راح في محطته الاخيره لما طردوه من السعوديه بعد كده كان بيتقاضى معاهم راتب سنوي 25 مليون يورو. معلش يعني هنروح نتفاوض معاه ب 4 5 مليون يورو؟ عيب والله. يعني اللي بيطرح الاخبار عيب على شنبه اصلا وهو قاعد بيالف كده ان يجي في باله يالف التاليف اللهبل ده. طيب اخر الاسماء وهو باولو بينتو اللي بنتكلم عنه بقالنا يومين ثلاثه لغايه دلوقتي. اخيرا طلعت وكاله اعماله وطلع وكيل اعماله اللي برضه نفس وكيل اعمال احد المدربين البرتغاليين اسمه مش عارف خورخي ايه كده، كان اسمه مرتبط ان هو ممكن يجي يقود قطاع الناشئين خلال الفتره اللي جايه. الراجل طلع امبارح قال بس ستوب معلش نتكلم يا جماعه كلمتين مع احترامنا الكامل للنادي الاهلي. طبعا اسم عريق واسم كبير جدا، لكن هو باولو بينتو ما بيفكرش في الخطوه لاسباب لا تتعلق بالنادي الاهلي، ولكن الراجل مش مرتبط بالعوده حاليا لاي نادي.
وده لحين اشعار اخر. ده مش هينفي ان هو ينتقل للنادي الاهلي فيما بعد، لكن الراجل ما بيفكرش في الخطوه. والسلام عليكم ورحمه الله. والله يعني يا جماعه حسنا فعل، شرفت ونورت المحكمه والله. بقولوا انتوا مين يا جماعه؟ بقولوا انتوا اللي في مسيرته كلها محقق 5 القاب وهو داخل على 21 سنه تدريب دلوقتي، في منهم 4 في ظرف سنتين بس مع نادي سبورتنج لشبونه، ما فيش منهم دوري. الراجل يا جماعه على مستوى بطولات جمع النقاط فاشل تماما. ممكن يسد معاك في دوري ابطال افريقيا، ممكن يسد معاك في بطوله مجمعه، انما بطوله دوري انسى. الراجل في حياته كلها ما حققش بطوله دوري. راجل توجهاته دفاعيه زي ما قلت لك، نمطي جدا وغير صالح تماما للنادي الاهلي. حلقه بالليل ان شاء الله، عشان ما اعملش حلقه طويله عريضه لمرشحين شايفهم من وجهه نظر الشخصيه مناسبه. هكلمكم بكره عن تاني اسم بعد اورس فيشر اللي كنت اتكلمت عنه، بعد كده ظهرت اخبار مباشره على طول. لا انا اتكلمت عنه بعد ما ظهرت اخبار وقلت انه كان من الناس المفضله بالنسبه لي. فالنهارده في حلقه بالليل ان شاء الله في فقره من جزء من حلقه وحوش لكن مجهولين مدربين، هتكلم عن اسم شايفه مميز جدا ولازم النادي الاهلي يفكر فيه ومناسب لاداره النادي الاهلي. نخش على الفضيحه ونخش جديد سوق الانتقالات وجديد الشائعات. اتاكد كده ان الحلقه وصلت زي ما اتفقنا كده 6 7 8000 لايك. انا غيرت اتفاقي شويه معلش. وتعالوا نروح للفضيحه اللي هتحصل خلال الساعات اللي جايه في دوري القطايف واللطايف. طيب اللي سمع الكلام ده ينزل يقول لي حصل يا دوله في التعليقات لما كلمتك من حوالي 15 يوم عن صفقه نادي الزمالك بارون اوشينج، اللي المفروض نادي الزمالك كان عايز يوقع معاه الظهير الكيني صاحب 19 سنه. وقتها اتكلمت ان اصلا سوق الانتقالات حتى للمراحل السنيه الادنى اللي هي بتخلص يوم 18 اغسطس بعد ما سوق الانتقالات الاساسي بتاع الفرق الاولى او اللعيبه اللي فوق السن خلصت مع اول 5 ايام من شهر اغسطس اذا قيد اللاعب بشكل غير قانوني. ميديا نادي الزمالك قعدت تحور وقالت لك لا ده اللاعب فسخ التعاقد بتاعه مع نادي بقاله دلوقتي حوالي شهر يا سيدي. بص عشان نحسبها بس ونظبطها، بقاله يمكن شهر ونص دلوقتي عمل مشكله مع النادي بتاعه ومش مرتبط باي نادي دلوقتي وفسخ التعاقد مع النادي بتاعه. ورغم ان انا وقتها جبت لك صور من على موقع ترانسفير ماركت بالتاريخ اللي كنا بنتكلم فيه ان اللاعب لسه لغايه دلوقتي موجود مع ناديه. خد بقى البمايه والمفاجاه دي، كل كلام ميديا نادي الزمالك في الارض هباء منصور. لما النهارده شوف يا اخي سبحان الله على الفضايح، النهارده نادي مش عارف اسمه سكوفوبيا ولا سكوفوبيديا اللي هو الكيني ده، النهارده بيعمل منشور على حسابه الرسمي على انستجرام بيودع فيه بارون اوشينج، بيقولوا له باي باي بارون ونتمنى لك التوفيق ان شاء الله خلال مع ناديك الجديد في مرحلتك المقبله ونتمنى لك كل النجاح. يعني النادي نفسه بيعترف ان اللاعب ما رحلش مشكله، بالنادي نفسه بيعترف ان اللاعب ما رحلش ان هو فسخ التعاقد وان ناديه بيرحب معاه بالنادي الجديد اللي هو المفروض خلص الديل مع النادي الكيني. فضيحه تاريخيه بقى ده معنى الكلمه لو التوقيع ده تم. وميديا نادي الزمالك عماله بتسقف لك بيقول لك الله يا جونيا ادوارد، الله يا جونيا مدحت، عارف ان اللاعب فسخ تعاقده بقاله فتره فاستغل الثغره القانونيه دي فوقع لنا مع صفقه جديده. فضيحه بقى تم معنى الكلمه لان اللاعب تعاقده لم يتم فسخه قبل غلق سوق الانتقالات في الدوري المصري وده شرط الفيفا. والصراحه يعني بناء على المعطيات اللي انا بذكرها لك دي، لو اداره النادي الاهلي ردت فعلها سلبيه في ملف بيدي ميزه ومش مخالف بس لاتحاد الكوره، ده مخالف للفيفا وما اتكلمناش، لا يا جماعه مش هكون موافق على حاجه زي كده بصراحه. شير لقناه النادي الاهلي، شير لكابتن احمد شوبير، شير لكل الاعلاميين الاهلاويه عشان نتكلم في الملف ده جدا على مدار الساعات القادمه. وتعالوا بقى نروح لجديد مهاجم النادي الاهلي اسد الاسلام الحملاوي. رسميا طلع ياسين طهري وكيل اعمال اللاعب بيتكلم عن موضوع الاشاعات اللي اترددت امبارح عن توقيع اللاعب خلاص واعتبروا خلصوا ان اسد الحملاوي وقع للنادي الاهلي. طلع الراجل قال والله يا جماعه النادي الاهلي نادي كبير، نادي عريق، لكن اي مفاوضات من قريب ولا من بعيد سواء مع اللاعب او وكاله اعماله او مع النادي ليس لها اي اساس من الصحه. لاعب لسه موقع ما كملش شهرين مع ناديه الروماني، ماشي بشكل كويس جدا حتى الان معاه ومفيش اي نيه لخروجه من النادي الروماني في الوقت الحالي، وختم الكلام على كده وشكرا. الله 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 الله، يعني ايه الكلام ده يا دوله؟ يعني فعلا اللاعب ما وقعش. بص انا ثابت معاك على كلامي من امبارح وما بقولكش هنا الا المعلومه الاكيده ولا انفي كلام اي حد مع احترامي لكل الناس. اللاعب كان في تفكيره من المرشحين الاوائل ان هم يكونوا من الصف الاول للنادي الاهلي لو تم التوقيع معاه كمهاجم، لان النادي الاهلي بيفكر في كذا اسم من هنا ليناير اللي جاي، وحاطط في حساباته ان انا لو ما عرفش امشي اشرف داري او مفاجاه ان انا امشي نيتس جراديشار فما عنديش عدد المحترفين الاجانب فوقع مع اسد الاسلام الحملاوي. ليه؟ لان ما زال متاكد والمعلومه اللي عندي ان رقم واحد مهاجم افريقي متالق في احد الدوريات الاوروبيه المحترمه، لاعب لم يتخطى 25 سنه وتكتين كمان. هتكلم عن الاسم بقى عينا بيانا طالما الناس بيوصل لها بعض الاخبار وبتتكلم بشكل واضح وصريح، لكن انا بوضح لك المعلومه. اسد الاسلام موقفه لغايه دلوقتي صعب جدا لاكثر من سبب. ايه هي الاسباب دي؟ اولا كده يا جماعه
نادي كرايوفا بخلاف طبعا الجانب الاخلاقي بتاع اللعب اللي كلمتك عنه امبارح، نادي كرايوفا بيقدم موسم تاريخي ليه باتم معنى الكلمه. النادي متصدر دلوقتي الدوري الروماني بفارق مريح عن منافسيه، النادي بيعمل انجاز تاريخي لاول مره في تاريخه ويتاهل لدور المجموعات لبطوله الكونفرنس ليج بعد ما قعد 10 عمره كله ما قدرش ان هو يتاهل لدور المجموعات. دور المجموعات ده فارق في ايه في الصفقه؟ باختصار المجموعه اللي هي بتتكون من 36 نادي دي قد يكون النادي محتاج ان هو يكمل فيها في النهايه للتاهل لو دخل في المركز ما بين التاسع للمركز ال 24 في مرحله بلاي اوف، ومرحله البلاي اوف دي مش هتنتهي الا حضرتك في نهايه شهر فبراير، يعني بعد ما سوق الانتقالات في الدوري المصري هنا يتقفل. فالنادي الاهلي هيكون في مخاطره كبيره جدا لو اسد الاسلام كان حاطه قدامه هدف اول ومش حاطط اهداف ثانيه متقدمه عليه، لان انت ممكن تقعد تحاول مع اسد الاسلام طول موسم الانتقالات او من هنا لغايه ما سوق الانتقالات يقفل وما تعرفش تتوقع معاه في النهايه زي ما حصل بالظبط مع محمد علي بن رمضان في فتره التفاوض معاه الاولى. ده الموقف بالكامل، ولو حصل نصيب ان شاء الله هكلمك قريب جدا عن المهاجم الافريقي اللي النادي الاهلي بيفكر فيه. وبس يا رب تكون الحلقه عجبتكم، استاذنكم لا تنسوا الدعاء للوالد بالرحمه والمغفره رحمه الله عليه هو وكل امواتنا جميعا، واشوفكم على خير في حلقه جديده بعد شويه ان شاء الله. شكرا ليكم ودمتم بخير، والسلام عليكم ورحمه الله.